السلام عليكم. واخيرا اشتريت ايفون 8 بلس، بس عايزك تتحمس معايا عشان متحمس بصراحه. الحماس عندي مليون. ما تنساش تصلي على النبي وتذكر الله عشان البدايه تبقى اسطوريه. بصراحه يعني الموبايل معايا اديله 5 ايام. جربت الموبايل وفي اداؤه في بابجي وكده والكلام ده كله، وفي شويه لقطات في الفيديو هتلاقيها من على الموبايل. بس قبل ما نبدا ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك والكومنت بتاعك الايجابي. وهو الموبايل فيه بالظبط 3 عيوب بس وسبع مميزات مش موجوده في اي موبايل تاني. سابع ميزه مهمه جدا، فانت كمل معايا الفيديو للاخر عشان لو حاطط في دماغك انك تشتري الموبايل ده كمل الفيديو للاخر وانا هديك ان شاء الله المعلومات اللي انت محتاجها كلها. اول حاجه هتكلم عليها اللي هي العيوب. زي ما قلنا في اول فيديو ان احنا معانا 3 عيوب في الموبايل. اول عيب اللي هو البطاريه هنا بتيجي بسعه 2700 ملي امبير. لو انت بتلعب ببجي تلعبك ساعه ونص مستريح. امال في الاداء العادي ممكن توصل معاك ل6 ساعات 7 ساعات لو استخدامك عادي. ودي نقطه حبيت اوضح عنها عشان دي مهمه جدا. لو انت جايب الموبايل للعب فانت هتحتاج ان انت تلعب عليه وهو على الشاحن لفترات كبيره. وحاجه حبيت اقولها لكم، لو انت بتلعب عليه وهو على الشاحن التليفون بصراحه بيقلب سخان. التليفون هيولع في ايديك. انا مش بقدر امسكه وهو على الشاحن ولا بلعب عليه، بيبقى درجه حرارته غير طبيعيه. انا حبيت برضو اوضح لكم النقطه دي عشان تبقوا عارفين. واللي عنده الموبايل يا ريت يكتب لي في الكومنتات اي حاجه واجهته مع الموبايل. وتاني عيب معانا اللي هو حجم الموبايل. شاشه الموبايل هنا بتيجي معانا ب5.6 انش الشاشه مع حواف كبيره جدا اكبر من حياتي حرفيا. لو انت مثلا ايديك كبيره زيي كده مش هتعرف تستخدم الموبايل ده. لازم تتعود عليه، لازم تلعب عليه فتره كبيره عشان تتعود عليه. انا ايديا حرفيا اكبر من الموبايل فمش عارف اتعامل معاه. مش عارف ده هيتظبط مع الوقت ولا ايه الدنيا. بالنسبه لي انا عيب ان حجم الموبايل صغير. نخش على العيب اللي بعده. بالنسبه لي انا مش عيب مهم جدا، يعني ان التحديثات وقفت من على الموبايل. انت طالما جايب الموبايل للعب مش هتفرق معاك التحديثات والكلام ده. مش هتكلم في العيب ده كتير عشان هو عيب مش مهم يعني كتير. هو اخر تحديث نزل له اللي هو اي او اس 16. انا حبيت اعرفكم برضو عشان في ناس بتفرق معاها التحديثات وكده. وفي حاجه حبيت اعرفها لكم وده مش عيب يعني يعتبر، ان الموبايل مش بيدعم ال3.5 مللي اللي هي وصلة ال3.5 مللي بتاعت السماعه. برضو حبيت اعرفكم عشان الناس اللي ما تعرف. وبس نخش على المميزات. اول ميزه معانا ومن اهم الميزات اللي فيه ان الموبايل سعره رخيص جدا. يعني انا اشتريت الموبايل ب 3200 جنيه. متخيلين؟ ب 3200 جنيه سعره بصراحه حلو جدا بالنسبه للموبايلات الموجوده حاليا يعني اللي بتقدم نفس الاداء. نخش على تاني ميزه معانا ان الموبايل بيدعم 60 فريم في بابجي. اغلبيه الالعاب 60 فريم وبيشغل البابجي اتش دي ار 40 فريم. حبيت اعرفكم برضو المعلومه دي عشان في ناس بتفرق معايا عن الفريمات والجوده وكده. نخش على بعض. تاني ميزه معانا ان الموبايل بيجي بسماعات ستيريو. يعني انت لو ما جبتش الكونفيرت بتاع السماعه هتعرف تسمع تحدد الاماكن وكده. يعني حبيت برضو اعرفكم عشان في ناس بتفرق معاها السماعات وكده. ويلا اللي بعده. رابع ميزه معانا اللي هي الكاميرات. الكاميرات هنا في ظهر الموبايل كاميرتين، واحده بدقه 16 ميجا بكسل لتصوير الصور والفيديوهات بجودة 1080 60 فريم و2K 60 فريم في الثانية و4K 60 فريم في الثانية. يعني انت لو هتشتري موبايل للتصوير بس ب3200 جنيه حاجة أسطورية. كاميرا ب3000 جنيه لو هتشتري التصوير بس، حاجة بصراحة جامدة. زي ما انتوا عارفين كاميرات الايفون جامدة جدا وبالذات في الايفون 8 بلس. الايفون 8 بلس بالنسبة لي انا شفت تصوير ال 8 بلس والايفون اكس ماكس. بصراحة الايفون 8 بلس يكسب بفرق فظيع. يعني انا مثلا لو عندي صور ممكن احطها لكم في المونتاج بتاعة ال 8 بلس والاكس ماكس لو عندي يعني. وبرضه حبيت اتكلم عشان في ناس بتفرق معاه الكاميرات بشكل غير طبيعي. ونخش على الميزه الخامسه. الميزه اللي بعد كده اللي هي الميزه السادسه ان الموبايل الواجهه بتاعته سهله بمعنى الكلمه، سهله جدا عن اي تليفون اندرويد. والتعامل معاه بسيط كده وسهل وسموز كده وجميل يعني في اللذيذ منه. عشان في ناس برضه بتفرق معاها الكلام ده ان هي بتخاف من الايفون مع استخدامه الكلام ده ان هو بيبقى صعب. بس لا الموبايل بصراحه معايا 5 ايام اهو اتعودت يعتبر على اغلبيه الحاجات. الواجهه بتاعته بسيطه كده وسهله بكل المقاييس. حبيت اوضح النقطه دي برضه. فانت لو وصلت معايا لغايه الثانيه دي يعني انت مستفاد او انت مستمتع بالفيديو فيا ريت تنزل تعمل لنا لايك واشتراك وتكتب كومنت حلو. وحبيت اعرفكم ان احنا ان شاء الله عاملين مسابقه في الفيديو ده. الفيديو ده لو جاب 100 لايك هنعمل سحب على واحد من اللي عاملين لايكات وعاملين كومنتات. فانت انزل اعمل لايك وكومنت واكتب الاي دي بتاعك في كومنت وان شاء الله تكسب معانا. الجايزه هتبقى 325 شهاده. والميزه السابعه معانا هسيب لك دقيقة كاملة وانا بلعب في الالتيميت رويال مع تليفون الايفون 8 بلس. وقرر انت بنفسك شوف اداء الموبايل في الالتيميت رويال اللي هو اصعب مود في اللعبة. وقرر انت بنفسك يا صاحبي. ويلا سلام.
وهنا كده انا حبيت انزل لكم اللقطه دي عشان تشوفوا كميه الناس اللي نازله معايا، والتليفون ما رندرش حته سنه رندره كده. وحط لايك واشتراك بس، عايزين نوصل 3000 مشترك.